أفضل وسيلة للتعامل مع الشخص المغرور أو المتكبر هي أن تفهم الأسباب الحقيقية التي تجعله يظهر بهذا التكبر. ربما يبدو ذلك غريبا، ولكن بعد أن تعرف السبب الحقيقي الذي يجعل شخص ما يتكبر ستشعر بالشفقة تجاهه. التكبر ما هو إلا غطاء يستخدمه الشخص الذي يشعر بالنقص ليخفي هذا النقص وليبدو وكأنه لا يقهر. أغلب الناس يجدون مشاكل كبيرة في فهم الآخرين، وذلك لأنهم لا يحاولون فهم الأسباب الحقيقية وراء تصرفاتهم، وإنما يكتفون بالاعتراض على طريقة تصرفهم في مواقف معينة. عن طريق كسب فهم أكبر لسيكولوجية الآخرين ستستطيع تقبل الآخرين بصورة أكبر، ولن تجد مشاكل في التعامل معهم. ما الذي يسبب التكبر؟ التكبر هو وسيلة دفاعية يستخدمها العقل الباطن ليحمي الشخص من الانتقاد. إذا كان هناك شخص وجه إليه الكثير من الانتقاد وهو طفل، فربما يصبح شخص متكبر عند الكبر، وذلك بهدف التقليل من شأن انتقادات الناس وجعلها وكأنها ليست أهل أن ينظر لها. تلك الخدعة التي يقوم بها العقل الباطن تؤدي الهدف، لأنها تجعل الشخص لا يعبأ برأي الناس عن طريق التقليل من شأنهم. التكبر قد ينتج أيضا عن شعور الشخص بأن الناس لا تهتم به أو لا تلاحظ وجوده، وبالتالي يستخدم عقله الباطن تلك الوسيلة حتى شعوره بنقص الأهمية. كل الناس يريدون أن يشعروا أنهم ذو أهمية وأن الجميع منبهين لهم، ولذا حينما يفشل شخص في الوصول إلى ذلك الشعور بطريقة طبيعية فقد يتحول إلى شخص مغرور حتى يعوض ذلك النقص الذي شعر به. نقطة الضعف عند الشخص المغرور. التعامل مع الشخص المغرور أسهل مما تظن، فقط عامله وكأنه شخص طبيعي جدا، وكأنه ليس به شيء مختلف عن بقية الناس، وسيكون هذا كافي لجعله يتفاداك تماما. الشخص المتكبر يشعر بأنه مهمل، ولذلك إذا تجاهلته فإنك تذكره بالجرح القديم الذي تعرض له، وذلك سيكون كافيا لجعله يتخلى عن غروره معك. إذا كان الشخص المغرور قريب منك أو شخص مهم بالنسبة لك، فحاول أن تلفت انتباهه تجاه أخطائه تلك بطريقة لبقة حتى تساعده. لا تواجهه بتلك الحقائق بوسيلة مباشرة، وإلا ستخسره كصديق. حاول مساعدته قدر المستطاع ليكتشف تلك الحقائق بنفسه، بدلا من أن تخبره بها بشكل مباشر. التعامل مع الشخص الشديد الحساسية. الأشخاص ذو الحساسية الزائدة يحتاجون إلى طريقة معينة في التعامل معهم بسبب حساسيتهم الزائدة. إن تعاملت مع الشخص شديد الحساسية بنتيجة خاطئة، ستكون النتيجة أنه لن يشعر بالارتياح في التعامل معك، بل وقد يتفاداك. إن كان شريك حياتك شديد الحساسية، قد يحدث أنك تجرح مشاعره بدون أن تقصد، وهذا سبب آخر يدفعك لتعلم كيف تتعامل مع الشخص شديد الحساسية. إن أردت كسب الشخص شديد الحساسية في صفك، فعليك أن تتبع النصائح التالية. لا تكن حادا. الشخص شديد الحساسية لا يحب الصوت العالي أو الطباع الحادة. إن كنت تتعامل مع شخص شديد الحساسية، فتأكد أن تأخذ في الاعتبار تلك النقاط. قلل من الانتقادات. من الصعب أن تتفادى توجيه النقد تماما، ولكن حاول قدر استطاعتك أن تتفادى توجيه النقد. لا تستخدم يديك ولا تكن عنيفا. الشخص شديد الحساسية لا يحب العنف ولا المجهود البدني الشاق، لذلك لا تعنفه ولا ترهقه. اهتم به. كلما عملت ذلك الشخص بحنان كلما أحبك أكثر. كن أكثر رومانسية. الشخص شديد الحساسية يكون أكثر رومانسية من الشخص الطبيعي، ولذلك كن رومانسيا معه قدر استطاعتك. ماذا تفعل إذا كنت أنت شديد الحساسية؟ إن كنت شخص شديد الحساسية فلا يجب أن تقلق، لأن فور تعلمك كيفية التعامل مع تلك الصفة ستصبح حياتك أفضل. على سبيل المثال، الكثير من الأشخاص ذوي الحساسية الزائدة يشعرون بالحزن لأنهم يترجمون المواقف بطريقة خاطئة. فمثلا إن تجاهلك شخص وظننت أنه فعل ذلك عن قصد فستشعر بالسوء، أما إذا أعطيته عذرا فلن تشعر بالسوء حتى وإن كنت شخص شديد الحساسية. الخلاصة هي فور تعلمك كيف ترى الأمور بطريقة صحيحة فلن تؤثر فيك تلك المواقف التي كانت تضايقك من قبل.